كلنا انتقدنا لعيبه الزمالك على ماتش امبارح، لان بصراحه ربنا ماتش امبارح ده ما كانش يتساب طبعا، وكلنا عارفين بالكلام ده كله. ماتش امبارح ما كانش يتساب، اقل واجب نرجع كسبانين مش نرجع متعادلين او خسرانين. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فاللي عايز اقوله ان لعيبه الزمالك وجمهور الزمالك عملوا روح حلوه. الاتنين الطرفين دول عملوا روح ما اتعملتش في الدوري المصري كله الموسم ده، ولا يمكن في قاره افريقيا، عشان ما اكونش ببالغ، بس ده حقيقه. لعيبه مش هتعمل اي حاجه للاعيبه في نهائي افريقيا الكونفدراليه وعلى خطوه من الدوري المصري. حلم اتزرع كده ما بين الجمهور واللعيبه كده بالصدفه، محدش كان متوقعه وجري تحقيقه. فانت لازم بقى انك هتحقق الحلم ده. اقفل صفحه امبارح، قدامك 180 دقيقه، ماتشين، ماتش منهم تاخد الكونفدراليه وتضمن توصل للسوبر الافريقي، يعني بطوله تانية ممكن تحققها الموسم ده، والماتش التاني تاخد بيه الدوري اللي غايب عنك بقاله كام سنه. وشوف جمهورك بقى هيعمل ايه. شوف انت كمشجع كلاعب كره قدم زملكاوي، شوف جمهورك هيعمل معاك ايه. لعيبه كتير بتتمنى دعم من جمهور الزمالك، لعيبه كتير في الدوري المصري لك جمهور الزمالك بيشد كده وبيقدر يحمس اي لاعب على اللعب. فبلاش غدر كره القدم، لان الكره عامه ملاش امان، لا يمين ولا شمال، ملاش امان. فانا كمشجع زملكاوي انا هدعمك واقف معاك لاخر الموسم، لان انت زرعت جوايا امل ان احنا نعمل حاجه. انا بهتف لك وانت بتلعب، زي ما طلعت هجمه زي ما طلعت هدعمك. الاسبوع اللي جاي هو اخر اسبوع، هو اخر محطه، هي المحطه الاخيره. القدر لعب معاك لعبته انه خلاك في الصداره، ولعب معاك لعبته انه جاب لك النهائي مع فريق قسما بالله ما مش موجود اساسا. بس اذا لازم انت هتلعب بقى. لازم انت بقى هتحقق الحلم اللي انت زرعته في جمهورك. ناس كتير شايفه الموضوع ده عادي او شايفه الموضوع ده مبالغه، بس هو مش مبالغه على فكره. عند جمهور الزمالك مش مبالغه. من فريق مش هيعمل حاجه لفريق قادر ان هو يحقق بطولتين مفيش بعد كده. فكمل والعب بروح الفانلة. العب لحبك للنادي، ما تلعبش عشان شو، ما تلعبش عشان الله، ما تلعبش عشان الكلام ده كله. العب لحبك للنادي، حبك نادي الزمالك بس، وان شاء الله نكسب.